السلام عليكم ورحمة الله. خوتي المغاربة، مرحبا بكم في تسجيل جديد معنا. اليوم إن شاء الله غادي نعالجوا واحد المسألة نبغيو نتناقشوا فيها، ألا وهي ظاهرة التنصير. كيف عارفوا أن السوجي ديالنا هو فقط التنصير، لأن كيف كتعرفوا المنصرين عندهم إذاعات بالدارجة بالشلحة بالريفية بجميع لهجات العالم. علاش؟ باغيين ينصروا العالم باش يجروا العالم ليهم. احنا بهذا المجهود البسيط نحاولوا نوعيو خوتنا المغاربه ويفهموا رسالتنا ويعملوا بها. كيف كتلاحظوا مؤخرا شنو وقع؟ مؤخرا وقع التنصير في إفران. ماشي وقع، هو كان ولكن حتى واحد ما كان كيهضر عليه. في مراكش، في طنجة، في فاس، في مكناس التنصير كاين، وخوتنا المغاربه تيوليو مسيحيين. ماشي خوتنا المغاربة الأطباء المهندسين الناس اللي عندهم مركز وقيمة في المجتمع، وإنما حثالة المغاربة الشمكارة الشمامة، الناس اللي مليوحين في الملاجئ. يعني كيدبروا عليهم في خدمة، تيكرهوهم في الإسلام، تيعلمهم مبادئ المسيحية، تيصيفطوهم للخارج، كيرجعوا في واحد الوقت لهنا على أنهم مواطنين مغاربة وتيديروا التنصير. حقيقة كيف سمعتوا مؤخرا أن المغرب طرد تقريبا 23 ديال المنصرين من عين لوح من إفران، وقامت ضجة والعالم قال لا وعلاش حقا طردتوهم ومن حقهم يمارسوا. اش غادي يمارسوا؟ غادي يعلمونا شنو؟ غادي يعلمونا الشذوذ الجنسي. خبركم أن الكنيسة الكاثوليكية الآن صابوا فيها 29 راهبة حبلة. المهم بارك مسعود من حبلوا الله أعلم. المهم حنا كتعرفوا أن الراهبات ما تيتزوجوش والقساوسة ما كيتزوجوش، ولكن 29 صابوهم حبل. المهم في انجلترا كتصيب الكنيسة يعني يمارسون الشذوذ الجنسي على الأطفال، وهذا شيء جميل. وما محقناش نتكلموا عليه لأن غندخلوا في حقوق الإنسان وكذا وكذا، ولكن غير حنايا حيت حنا شعوب يعني كنتعتبروا من الشعوب الثالثة، يعني فما خاصناش التروازيام كاتيجوري، ما خاصناش نتكلموا على هذه المسائل لأنه من حقهم ينتقدونا، ولكن حنا ما محقناش ننتقدوهم. كيف لاحظتوا أن في عين لوح شنو وقع؟ يعني هناك تنصير، بغاو ينصروا عباد الله فما صابوش الحل إلا أنهم يخلقوا مدارس ويديروا فتحوا أبواب للناس اللي ما عندها ما تاكل ما تشرب يجيو عندهم ويتلقاوهم، وخصوصا الدراري الصغار. تخيلوا أنهم تينصروا دراري أقل من 10 سنوات، أقل من 10 سنين. يا ربي، شنو مسكين هذا الدري غادي يعرف؟ ما كيعرف لا إسلام لا إله إلا الله لا توحيد لا حتى شي حاجة. طبيعة الحال إلا قلت له بسم الأب والابن والروح القدس وهاد الثلاثة كيعطيوك واحد، غادي يحفظها كالببغاء وغادي تبقى له في عقله وصافي، وغادي دوز الأيام وهو هكاك. كيف كتلاحظوا معنا في الصورة؟ شوف على تصويرة جماعية الدراري فرحانين مساكن. شوف الراهب، شوف الصليب، شوف الصليب. على الصليب تماك انت جاي دير الخير، جاي توكل عباد الله، جاي تعلم عباد الله. علاش كتعلمهم؟ علاش جاي يعني المغاربة جاي تعلمهم المسيحية؟ ياك أوروبا كلها ملحدة الآن، أوروبا كلها ملحدة. يكذب عليك الكذاب اللي يقول لك أن أوروبا مسيحية. الآن أوروبا كتقول لك لا وانتم المسلمين كتجيو ديروا عندنا هنا الدعوة، والأوروبيين كيتحولوا بكثرة للمسيحية، وحتى حنا من حقنا نجيو ندعيو للمسيحية في بلادكم الإسلامية. لا، ما من حقكش تجي تدعو عندنا في المغرب ولا في دولة إسلامية تدعو للمسيحية، ما من حقكش. علاش؟ واحد اخر انا قريت يعني تعليقات خوتنا المغاربه ولكن جاهلين العلم سبحان الله عاذرينهم، يعني كيقول لك من حقهم وحتى هما من حقهم. علاش من حقهم؟ اوروبا تدعي انها علمانيه، وكل دوله في اوروبا كتقول لك ان شعارنا العلمانيه، ولا يعني ما كاينش فضل الدين على دين. الاديان كلها كيف واللي بغى يدير شي حاجه يديرها. احنا علمانيين. المغرب لا، احنا عندنا امير المؤمنين، الدين في الدستور ديالنا هو الإسلام، ما كاينش. وعندنا قوانين اللي زعزع العقيدة المسلم يعني عنده عقوبات. فما من حقهمش يجيو ينصروا لنا عباد الله. وراو كان غيعلمونا شي حاجة زوينة، اش غيعلمونا؟ نعبدوا بشر. يسوع كان دري صغير خرقوه وكبر وصلبوه ومات وتدفن 3 أيام وناض. بالله عليكم واش هذا هو الإله؟ ماشي مشكل. المهم حنا هذا التسجيل ماشي يعني فقط حنا باش نوضحوا الامور. كيف شفتوا ان الصليب والدراري اقل من 10 سنوات، وهذا خاصنا خوتنا اللي عندهم اتصال بجمعيه ما تقيش ولدي، يعني حتى هذه راه من اختصاصهم، ما تقيسوش ولادنا. بغيتوا النقاش اجيو للجامعات، اجيو النقاشات مفتوحه، اجيو المجالس العلميه وبشروا بالدين ديالكم.
أما باش تستغلوا 10 سنين فهذا شيء فظيع. شوفوا كذلك المياتم، التصويرة ديال يسوع اللي هو سيدنا عيسى، وهذاك بطبيعة الحال ماشي هو سيدنا عيسى، ولكن هما كيتوهموا. كيف لاحظتوا في التسجيلات اللي سابقات كلهم تيقول لك حلمت يسوع حلمت يسوع، بمعنى ما عندهم حتى شي دليل على الدين ديالهم. المشكل الأكبر شوف تعليق من تعليقات الجرائد اش كيقول لك. كيقول لك في جريدة التجديد كتقول لك مشى يعني عامل الإقليم ديال إفران هو وبعض المسؤولين لذاك الجمعية ديال الأمل، فشنو صاب؟ نلقى ان داك الأطفال يعني أكبر واحد فيهم في عمره 14 عام، وتيقول لك كيقول لك أنهم مشحونين بشكل كبير ضد المسلمين، شاحنينهم مكرهينهم في الإسلام، حيث أنهم يرددون باستمرار عبارة غدوا لنا باواتنا، أعيدوا لنا آباءنا، غدوا لنا باواتنا، بعدوا علينا المسلمين، بعدوا علينا المسلمين. بالله عليكم هادو بغاو لنا الخير؟ هادو بغاو لنا الخير؟ ما بغاو لناش الخير. شوف كذلك كيمشيو للمدارس هنا في المغرب وتيبداو يعطوهم الكادويات ويعلموهم فالنتاين، عيد الحب، عيد كذا. سبحان الله. المعضلة الكبيرة هو مرجان. هذه التصويرة كنا التقطناها ملي كنا في مدينة فاس. هذه المكتبة اللي كاينة في مرجان بمدينة فاس. إيماجين ها هو التصويرة عن بعد. شوف التصويرة شنو فيها، لا بيبل للدراري الصغار، لا بيبل. إيماجين الدراري المغاربة يعني قراو كل شيء، بقى لهم غير لا بيبل. سبحان الله. فإذا كانوا حقا هاد الناس باغيين لنا الخير وباغيين ينشروا الدين ديالهم وعز عليهم الدين ديالهم، بالأحرى يعلموا الدين ديالهم لأوروبا. أوروبا كلها ملحدة، علاش ما ينشروش الدين ديالهم في أوروبا؟ علاش ما يقابلوش الأيتام ديالهم ويعلموا لهم المسيحية؟ طيب بقينا لهم حنا كوم تنأمنوا بسيدنا عيسى، علاش ما يمشيوش مثلا عند الوثنيين في إفريقيا؟ علاش ما يمشيوش مثلا لأمريكا الجنوبية يعلموهم المسيحية؟ لا، جايين غير المغرب. علاش جاوا المغرب؟ باغيين يخلقوا أقليات مسيحية، باغيين يوصلوا ل 10% ديال المغاربة متنصرين في أفق 2020. علاش؟ باش يطالبوا بالاستقلال الذاتي ديالهم، باش تولي عندهم إذاعة تنصيرية محلية، راديو محلي، يبداو يطالبوا بالحقوق ديالهم، يكون عندهم صوت في البرلمان، انهم تجي دوله واحده اخرى وتقول لك حق احنا بغينا نحميو الاقليات، ويعطوهم السلاح من حقهم يدافعوا على راسهم. وغيجي واحد الوقت غيعلقوا رايه واحده اخرى يقول لك حنا ما بغيناش هاد إمارة المؤمنين، حنا مسيحيين وبغينا الاستقلال ديالنا. ما تقول لي انت غير كتقول هضره خاويه، نقول لك لا، وقعات من قبل. كاين في تيمور الشرقيه، في آسيا، تيمور الشرقيه الان هي كانت جزء مناش، هي جزيره، جزء من اندونيسيا، كان جزء من اندونيسيا. فتنصر فيها واحد المجموعه د الناس فطلبوا بالاستقلال الذاتي ديالهم. والان كيف كتشوفوا في السودان شنو واقع؟ مجموعه الناس تنصرات، جات امريكا قالت لك حنا غنحافظوا على حقوق الاقليات، وغادي تسمعوا ان شاء الله انهم طلبوا بالاستقلال الذاتي ديالهم. فما بغيناش حنا نوصلوا لهذه المسائل هذه، بغينا نعلموا ولادنا الدين، بغينا نعلموا ولادنا لا اله الا الله، باش ما يجيش منصر حقير يجي يتفلى علينا وياخذ لنا ولادنا ويعلمهم يعلقوا الصليب ويعبدوا بشر في حاله. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فاحضروا راسكم وحضروا ولادكم، وخصوصا اللي كيستعملوا الانترنت. ونتمنى انكم تزوروا الموقع ديالنا www.islammagreb اللي غادي تشوفوه قبالتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.